وأنا بقرأ النهاردة في المصحف فتحت سورة الرحمن، السورة المحببة لقلب كل الناس تقريبا. من مدة قريت مشهد في السيرة النبوية وقفت عنده كتير، خلاني أتأمل السورة دي من قريب وأشوفها من زاوية جديدة. تعال أحكيلك. إحنا محتاجين نرجع لورا شوية، لبداية الدعوة للإسلام. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترتيبه رقم 6 في الصحابة. في يوم من الأيام قرر أن يكون أول من يجهر بالقرآن الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كانت مهمة خطيرة جدا ما تستقلش بيها. وفعلا وقف عند الكعبة وبدأ يقرأ سورة الرحمن بصوت عالي وواضح. ولما سمعته قريش وفهموا ان اللي بيقوله ده هو آيات من القرآن انقضوا عليه وضربوه، لكنه رغم الضرب ما وقفش وفضل مكمل تلاوة. وانتهى الموقف هنا، ووقف الصحابة يضمدوا جراحه ويفكروا انه ما كانش لازم يقوم بالمهمة دي، فيرد عليهم بثبات: والله لا،